البسيسة من الحلويات اللي احنا بنحب نعملها في الشتاء لانها بتدفي جنب كوباية الشاي بلبن، ومعمولة بدقيق الذرة. دقيق الذرة ده اكتر حاجة مفيدة للجسم، للاطفال وللكبار. عايزين نعملها بطريقة حلوة وبسيطة. عايزاكي تشوفي بقى المكونات اللي انا عاملة بيها ازاي نجحت معايا بنفس الطريقة، وقد ايه مكوناتها سهلة وبسيطة، وطلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده. الطريقة والوصفة بتتكلم عن نفسها، مكوناتها بسيطة. عايزين نشوف الفيديو للنهاية، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هجيب في المكونات ده كيك شيف. ده في كل حاجة، بيكنج باودر وفانيليا ومحسن كيك. لو مش موجود هتجيبي كل حاجة لوحدها. وهجيب معايا 4 بيضات، ومعلقتين زبدة او سمنة المتوفر عندك. ده يعتبر نص كوباية زيت لان انا حاطة كوباية صغيرة. كوباية ونص دقيق ذرة اصفر او ابيض، كوباية دقيق، كوباية لبن، كوباية سكر. هجيب الخلاط هنزل فيه المكونات السايلة كلها مع بعضيها. مش هضرب حاجة كله مع بعضه، وهخلطه كله مرة واحدة. البيض والسكر واللبن والزيت ومعلقتين الزبدة او السمنة الموجودين عندك. دي كانت زبدة وعطت طعم حلو. وهي هضربها ضربة كويسة جدا كده لمدة دقيقتين. هجيب بقى بولة وهنزل فيها المكونات الجافة. كوباية ونص دقيق ذرة اصفر او ابيض زي ما قلت لكم، كوباية دقيق، باكو المحسن والكي والبيكنج باودر والفانيليا، ورشة الملح. هقلبهم كويس اوي مع بعض، وهنزل عليهم بالمكونات السائلة اللي ضربتها في الخلاط. هقلبهم بمضرب سلك. لو حسيتي ان المقدار معاكي تقيل ممكن تزودي لبن تاني، او ممكن تزودي مية حسب ما تحتاج معاكي. بس المقدار ده صدقوني مش هتضيفيله اي حاجة تانية خالص. هقلبهم بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، واتاكد ان المكونات اختلطت مع بعضيها، والبوله كلها ما فيهاش اي حاجه جافه، كلها مختلطه مع بعض. هجيب صينيه هدهنها زيت او سمنه مقاس 20 او 22 على حسب مقدار اللي انت هتعمليه، وهدخلها في فرن على درجه حراره 180 لمده نص ساعه. طلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت هشه ولونها جميل، وطعمها بجد ما توصفش. عايزاكم تجربوا الوصفة دي لانها بجد انا متأكدة ان هي هتعجبكم، ومكوناتها كلها بسيطة، وطلعت معايا بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. جربيها وقولي لي رأيك فيها ايه في التعليقات. ما تنسيش تبعتي الوصفة ديت لكل اصحابك، ولا لايك وشير للفيديو لو عجبكم الفيديو. وعايزاكم بس تشوفوا الطريقة للنهاية، ومحدش يفوت اي حاجة من الفيديو. انا عدت الفيديو ده مرتين عشان اوريكم الوصفة عاملة ازاي. هشة اسفنجية، طريقتها تحفة. جربيها وعلى ضمانتي. يلا اشوفكم على خير في وصفات جديد من وصفات الشيف توت.